ازاي تأمن موقعك على ووردبريس. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سلوى عبد، ووردبريس ديفلوبر. هشرح لك النهارده ازاي تأمن موقعك على ووردبريس، ويلا بينا. احنا هنعرف في الاول ايه السبب اللي بيخلي الموقع بتاعنا يتحط في مشكلة امنية، او مثلا حد يحاول ان هو يخترقه او يدخل عليه. السبب من ضمن الاسباب ان احنا عندنا اضافات او سمات غير محدثة ومش بنحدثها. انا شفت مواقع قعدت بالسنين مش بتحدث ولا الاضافات ولا السمات ولا بتحدث ووردبريس ذات نفسه، لحد ما نسخة البي اتش بي يعني ما بقتش قابلة ان هي تحط اي اضافات عندها، وشايفة ان كل الاضافات مش مناسبة معاها. وده بسبب ايه؟ بسبب ان الموقع قعد فترة طويلة جدا من غير اي تحديثات، فده طبعا خطر جدا على الموقع. في الجزء الأمني بالذات، احنا كل ما بيجي ينزل تحديث لأي إضافة أو لأي سيم بيكون فيه غالبا تحديثات أمنية، فبالتالي احنا لازم نحدث على طول. تاني حاجة ان كلمة المرور ضعيفة، كلمة المرور 1 2 3، مش عارف اسم المستخدم وايه، مش عارف ايه، يعني كلمات ضعيفة جدا، او حتى ارقام او حروف ضعيفة جدا اي حد ممكن ان هو يتوقعها. هجمات القوى الغاشمة دول ناس بتستهدف ان هم يتوقعوا كلمة المرور بتاعتك واللينك بتاع الدخول واليوزر. في الدقيقة الواحدة مثلا ممكن يوصلوا الآلاف وملايين التخمينات، وغالبا انت ممكن تقع في تخمين منهم. وده ليه؟ ده هما بيكون عندهم يعني حاجة زي برنامج أو ابليكيشن بيفضل يقترح عليهم اليوزر والباسورد، وهم يفضلوا يجربوا، ففي أقل من الدقيقة أو يعني دقيقة أو أقل، فبيوصلوا لملايين الاقتراحات أو ملايين التخمينات اللي انت ممكن تقع في حاجة منهم لو انت مش واخد بالك جدا من ان انت تحط كلمة مرور كويسة، من ان انت محدث كل حاجة خاصة بيك من اضافات وقوالب وهكذا، من ان انت كمان مش عامل المصادقة الثنائية. يعني في خطوات كتير قوي بتمنعهم من ان هم يعملوا كده. اوكي، رابع حاجة سهولة الوصول للملفات. من ضمن الأسباب اللي بتخلينا للأسف نقع في الحتة دي إن ووردبريس مفتوح المصدر، فغالبا بيكون سهل عليهم إن هم يدخلوا. مش سهل على أي حد طبعا، لو احنا واخدين بالنا محدش هيقدر يدخل على الموقع بتاعنا. أوكي، طيب نعمل ايه بقى؟ يعني هنبدأ كده، هنمشي في خطوات عشان ما نقعش ان حد مثلا يقدر ان هو يخترق الموقع بتاعنا. اول حاجة عندنا قلنا التحديثات الدورية، فاحنا لازم ان احنا نعمل تحديثات دورية للموقع بتاعنا، لووردبريس، للاضافات، للقوالب، لكل شيء على الموقع. نحذف الاضافات اللي احنا مش عايزينها وهكذا. تاني حاجة الاستضافة الموثوقة، ان احنا المفروض ان احنا نختار استضافة قوية ومحترمة وفيها نسبة امان الى حد ما كويسة. تالت حاجة شهادة ال SSL. أنا لو داخلة على موقع وبيحذرني إن هو في مشكلة وده بسبب ال SSL، حتى لو هو ما فيهوش مشكلة أنا هخرج من عليه. فأنت بالتالي بتخسر عملاء. أنت العملاء بتوعك كل ما بييجوا يدخلوا على الموقع مثلا فبيقول لهم إيه ده، ثواني في مشكلة أمان، أنا بحذركم إن أنتوا تدخلوا الموقع ده، فبالتالي هم بيخرجوا على طول أصلا من قبل ما يدخلوا. أوكي، فأنت كده عمال تخسر عملاء، مش هتنجح لو أنت ما عندكش SSL. أوكي، بعد كده بقى في خطوات هنبدأ ان احنا نعملها على الموقع بتاعنا فعليا. إدارة كلمات المرور للمستخدمين. اول حاجة انا هحط كلمة مرور قوية ومش هتقل عن 12 حرف. اوكي، دي اول حاجة. وهنخليها بقى حاجات كتير، يعني هنخليها رموز وحروف كبيرة وحروف صغيرة وارقام وهكذا. اوكي، كلمة مش مألوفة. تاني حاجة هنفعل المصادقة الثنائية. هنعمل مصادقة ثنائية. ايه اللي هيفيدنا لما احنا نعمل مصادقة ثنائية؟ حتى لو هو دخل على الموقع بتاعك و
ويعني جاب اليوزر وجاب الباسورد، فهو مش هيعرف يدخل على الموقع من غير الرمز بتاع المصادقة الثنائية اللي هيبقى على موبايلك انت. اوكي، فحتى لو وصل للباسورد واليوزر فهو برضو مش هيعرف يوصل للموقع بتاعنا. بعد كده هنغير الادمن الافتراضي سواء لليوزر او اليوزر دايما بيقترح ووردبريس ان احنا نعمله ادمن، فاحنا بالتالي هنحط اي اسم يوزر تاني ما يكونش ادمن. اوكي، وتاني حاجة يعني بالتالي احنا مش هنسيب اي يوزر عندنا اسمه ادمن لان ده ممكن يتهاك ويدخلوا عليه. اوكي، وان احنا هنغير لينك الدخول بتاع ووردبريس، وده كنت عملت لكم فيديو ليه قبل كده هسيبه لكم برضو. بعد كده احنا نقدر ان احنا نعمل تقييد الصلاحيات، ان احنا نخلي للمستخدمين صلاحيات معينة. يعني انا ما ينفعش اخلي كل اليوزر اللي عندي كلهم ادمن، لا، انا في واحد شغال على الكونتنت فهخليه ليه رول معين، انا في واحد عندي شغال مش عارفة فين فهخلي له رول معين، وهكذا. وكنت عملت لكم فيديو عن الجزء ده هسيبه لكم برضو في الديسكريبشن. اوكي، بعد كده بقى هنيجي في حتة مهمة جدا، وهي في ناس كتير للأسف بتاخد البلوجن وبتاخد السمات من أماكن غير موثوقة. يعني احنا لو عندنا سيم مدفوع أو بلوجن مدفوعة، فهم عشان يستسهلوا وما يجيبوش مثلا بلوجن مدفوعة أو ما يجيبوش سيم مدفوع، فبيروحوا يجيبوها من موقع تاني بتكون مجانا مسروقة يعني، فبياخدوها. ده طبعا غلط جدا، لأن انت ضامن منين ان هي آمنة بشكل آمن؟ انت ما عندكش ضمان ان هي هتكون يعني مش خطر على الموقع بتاعك، فبالتالي دي حركة غلط. احنا ما ينفعش نعمل كده، لازم نجيب البلوجن او التيم بتاعتنا من مصادر موثوقة، من المصدر الرسمي بتاعها، سواء من ووردبريس ذات نفسه او من المواقع الرسمية بتاعتها. اوكي، تاني حاجة ان احنا نشيل اي اضافة عندنا مش بنستخدمها. اوكي، حتى لو ما كانتش اكتف فاحنا برضو لازم نمسحها ما دام احنا مش بنستخدمها. بعد كده بقى ان احنا هنراجع التحديثات، قلنا هنشوف التحديثات بتاعتنا، لو في اي تحديثات مطلوبة مننا هنعملها، لو في اي تغييرات على الموقع ناخد بالنا، حاجات ضافت على الموقع مش احنا اللي ضايفينها ناخد بالنا كويس جدا ونشيلها. اوكي، بعد كده بقى احنا عايزين نحط جدار حماية على الموقع بتاعنا. ازاي نقدر نحط جدار حماية على الموقع بتاعنا؟ باستخدام اي اضافة من الاضافات دي، سواء ووردفنس او سكيور. الاضافات دي او حتى في اضافات امان تانية بتقدر توفر لنا ان احنا نقدر نعمل من خلالها جدار حماية. اوكي، لو عايزين ليها فيديو مخصص انا ممكن اعمله لكم. بعد كده عندنا النسخ الاحتياطي والاستعادة بتاعة النسخ الاحتياطي. مش شرط عشان انا عملت نسخة احتياطية فانا خدتها كاملة. للأسف في النسخ الاحتياطية اللي بناخدها فممكن يحصل اخطاء كتير ما تخليناش ناخدها كاملة، وبنكون فاكرين ان احنا واخدينها كاملة. فاحنا بالتالي لما ناخد نسخة احتياطية نجربها في مكان تاني ونتأكد ان احنا خدنا النسخة كاملة فعلا للموقع والنسخة دي شغالة معانا. طيب ايه اهمية ان احنا مثلا ناخد نسخة احتياطية؟ ليه انا باخد نسخة احتياطية؟ عشان لو لا قدر الله انت اتحطيت في موقف ان الموقع بتاعك اتهاك تماما او اتمسح او حصلت اي كارثة، فانت معاك نسخة للموقع بتاعك تقدر ترفعها تاني. اوكي، بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.